الأول خلينا نشوف أبرز عناوين الحلقة. بحلقة الليلة من لازم تعرف كيف بتسيطر على الأسف السريع، وشو هو الانتصاب اللا إرادي، وشو الأفضل ممارسة الجنس قبل الخناقة الزوجية أو بعدها. إذا نسيتي تاخدي حبة منع الحمل نحن منذكرك. شو تأثير الكحول على الحياة الجنسية، بينعشها أو بدمرها، كيف تهتمي بصدرك، وشو هي المداعبات الخفيفة واللطيفة للثدي، وأخيرا بدل السكس شوب رافقونا على سوبر ماركت. أول موضوع لليلة حكينا عنه سابقا، وصلنا كثير من الرسائل بتسأل عن هالمشكلة، وهو عن القذف السريع. نعرف إنه القذف السريع تقريبا 30% من الرجال بيعانوا منه. القذف السريع بيتمثل بالحد الأقصى للإثارة، بس فينا نخفف من هالنسبة الإثارة قبل الوصول إلى نقطة اللا عودة. بنحب نذكر أنه الأسف السريع هو الأزف بطريقة لا إرادية بوقت تحت دقيقة، مع خسارة السيطرة على الأزف ومع عدم اكتفاء الشريك أو الشخص بحد ذاته. والليلة رح نعطيكم 9 طرق لتخففوا من سرعة القذف. أول طريقة بنسميها سكويز تكنيك، هي الضغط على اللجام أو اللي بنسميه الفرينينوم على راس العضو بأول 3 أصابع لمدة 3 ثواني دغري قبل الوصول للأمة للإثارة لتفادي الأزف. ثاني طريقة هي تمارين كيجل، حكينا عنها سابقا، وهي التمارين بتقوي عضلات اللجام، وهي كناية عن ضغط عضلات الحوض مثل ما بيصير عند النساء لمدة 5 ثواني عدة مرات بالنهار لا تقوي هالعضلات ونخفف من القذف السريع. ثالث طريقة هي اختيار الوضعية الأسهل والأحسن للرجال، يعني بده يتفادى الوضعية الكلاسيكية اللي هو الرجل من فوق، لأنه بهالوضعية الرجال رح يكون بوضع تشنج للعضلات، فكل ما بيكونوا متشنجين العضلات كل ما الأزف رح يكون أسرع. أحسن يعكس الأدوار، يعني رح يطلب من زوجته تكون هي من فوق، وبهالطريقة الرجال ما بيهز وبالتالي بيخفف من إثارته ومن سرعة الأزف. في شرط واحد، أنه الشريكة ما تتحرك أكيد كتير بسرعة. الطريقة الرابعة هي استعمال الواقي الذكري لنخفف من الإحساس، وبالتالي تخفيف من الإثارة. وبعد واحد أحسن يستعمل واقي ذكري بيدخله مواد مخدرة اللي هي كمان بتخفف من الإثارة. وهالواقي الذكري هو الانواع رح نرجع لهم لبيب، هن معمولين خصوصي للأسف السريع اللي فيه بقلبهم مخدر رح يخلي الأزف يكون أطول. رح نوصل لخامس طريقة، وهي الاستمناء قبل العلاقة الجنسية أو ممارسة الجنس عدة مرات متتالية، هيك تنقص الإثارة بتخف وساعتها الواحد في يعمل كنترول أكتر. سادس طريقة هي الاسترخاء أكتر شيء ممكن خلال العلاقة، لأنه كل الستريس والخوف والشد والتشنج كلها بتؤدي للأسف السريع. الطريقة السابعة هي إطالة المداعبات الأولية أكتر وقت ممكن يعني، وعدم الاستعجال. ولازم تعرفوا انه هالطريقه مفيده للجهتين، فبتوصل الشريكه للنشوه وبتعطي الرجل الوقت الكافي ليسترخي وليرتاح. ونوصل لثامن طريقه، هي تاخير الازف خلال تمرين التنفس اثناء الاستمناء. وهذه الطريقه صنيم بيستعملوها النساء خلال الولاده، واكيد تسمح لكميه اكبر من الاكسجين انه يدخل للعضلات، وبهالطريقه العضلات تسترخي وما بيصير في قذف سريع. وتاسع طريقه واخر طريقه والمعروفه اكثر شيء عند الرجال هي ستوب اند جو، وبتعتمد على تخفيف الاثاره كل ما الرجل رح يحس انه عم بيقرب من نقطه اللا عوده، يعني ما لازم يوصل لهالنقطه لانه ما في خط رجعه، بس يوصل لهالنقطه وفي يخفف من هالاثاره بس يوقف الادخال مثلا، ام بس يغير وضعيه. وبنشوف سوا تفاصيل اكثر عن ستوب اند جو. للسيطرة على سرعة الأزف تقترح عليكم كابلن تقنية اسمها تمارين الإيقاف والمتابعة. بالتمرين التمهيدي بيتم الاستمناء من دون توقف مع التركيز على إدراك الأحاسيس اللي بتسبق نقطة اللاعودة، والتمرينات الأولى تقتضي التوقف قبل نقطة اللاعودة لتوقيف الإثارة مؤقتا. بياخد الشخص نفس عميق على مستوى البطن، بيعد لل5 بيطلق زفير، بيسترخي وبيرجع للمتابعة سعيا للإثارة. بيتوقف بنفس الطريقة 5 مرات، بعدها بيطلق العنان لنفسه. بهالطريقة بيسعى الفرد لتخفيف الإثارة ليأخر وقت الأزف. بعدين تدريجيا بتتم عملية العلاج مع التحكم بحركة الإدخال والتراجع. وبدنا نقول لكل الرجال انه اذا هالطرق ما اخرت القذف ساعتها ممكن استشارة طبيب مختص بينصحهم بالدواء المناسب لكل واحد منهم. لبيب، ما زالك عم تحكي عن الأدوية، عنا 3 أنواع من العلاجات. أول علاج هو المراهم المخدرة، ثاني علاج هن أدوية الكآبة، بس بليز أدوية الكآبة بتحتاج لاستشارة طبيب لأنه عندهم عوارض جانبية. وثالث
دواء نازل على السوق جديد، هو مقتبس من الأدوية الكآبة بس مختص بالأسف السريع واسمه الدابوكسيتين، بس كمان بيحتاج استشارة طبيب. وعلى كل الأحوال ذكروا تفتحوا عيونكم حتى تستمتعوا بكل ثانية، لأنه العلاقة الجنسية مش تعيير كرونومتر، إنما لذة واستمتاع. وما تنسوا أنه فيكم ترضوا شريكتكم حتى إذا كان الأزف سريع. ثاني موضوع اللي نحكي فيه الليلة هو عن الكحول والجنس، والسؤال هل هن بيتعارضوا أما بيتوافقوا؟ يمكن هذه وحدة من الأسئلة الإشكالية اللي بتنطرح بكل زمان ومكان عن الكحول والجنس. رح نستعرض بعض الشهادات ورح بركي توضح شوي الحقيقة. عنا سليم شاب عمره 23 سنة وبيقول بالميل تبعوله بعد أول كيس بصير عندي شجاعة لشد أكبر مرة، مثل زياد الرحباني يعني بفيلم أمريكي طويل. مزبوط. وبيقول أكثر من هيك سليم، بيقول إنه مع كمية من الكحول القليلة بتعطيني شجاعة، وإذا ما شربت شوية الكول ما بقدر مارس بالتخذ وما بقدر أوصل للانتصاب. هل حالته لسليم انه سليمه ولا في عنده مشكله يعني؟ هلا حالة سليم عكس الدراسات، لأنه الدراسات بتفرجي أنه حتى القليل من الألكول بتخفف من الإثارة يعني الانتصاب عند الرجل ويعني ترطيب عند المرأة. بس فكرة شرب الألكول واحد بيفكر فيها دغري بيصير عنده إثارة زيادة، يعني بيصير عنده إحساس بإثارة زيادة، إثارة رح تكون نفسية منا إثارة جسدية. فمزبوط الألكول بخيالنا بركي رح يعطينا قوة، وفي شيء مزبوط بس بصيغة الألكول هو أنه بيأخر الأزف، لأنه بيأخر الإثارة. يعني بتشوف البارادوكس بركي ضيعتكم شوي، الألكول بيأخر الإثارة مش بيقوي الانتصاب، فبما أنه بيأخر الإثارة في يأخر الأزف. بالحقيقة هذه الطريقة ما كتير يمكن ذكية، لأنه ممكن الواحد يتعود على الألكول وحتى ممكن يصير مدمن بالنهاية. فالكحول منا دواء. مزبوط. لينا بتقلنا انه مش بس تعودت، بس ما عاد فيها تمارس الجنس من دون ما تشرب كاس قبل وصارت خايفه من الادمان. ورح نقلها لينا انه لازم تعرف انه حتى كميات قليله من الالكول عم بتاثر على الجهاز العصبي وعم بتاثر نفسيا وبتسقط كل الممنوعات وحتى كل شيء مرتبط بالاخراء وبالحميميه. حتى يعني يمكن اذا شربت الكول تنعس وتنام قبل ممارسه الجنس. يعني لازم نقول الا كمان لينا انه الاول وهله يمكن الكاس بيخفف من القلق ومن الانكزايتي وبيسمح لها بحاله استرخاء، بتساهم بمعالجه بعض الصعوبات مثل الفاجينيسمس اما التشنج المهبلي والقصف السريع عند الرجل. وهيك تتصور انه الكحول مفيده بالبدايه، لكن بعد فتره بعد ما تصير تشربها تدريجيا بكميه اكبر يمكن نوصل للإدمان، وهنيك خطورة المشكلة. لذلك ما لازم أبداً 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 نستعمل الألكول كعلاج، شو ما كان المشكل، خجل، مشكلة انتصاب، مشكلة أزف، مشكلة ترطيب. أنه قليل منا بيعرفوا أنه بعض المدمنين على الكحول بلشوا بتناول الكحول من وراء مشاكل جنسية، فأبداً ما نستعمل الألكول كعلاج. وبالإضافة لهالشيء ساندرين، فالتساهل بالموضوع بشرب الكحول لتوفير الإثارة بيسهل بعض الأحيان إنه الناس بيتعرضوا ولا بصير في عمليات اغتصاب، واللي هي شغله كثير يعني خطره. وحتى بأرشيف الدرك يعني في عشرات من الموقوفين كله بسبب تناول الألكول بطريقة مفرطة. فكمان بدي ننبه عن شغله جديده هلا نسمع فيها موضة عند الشباب، هي خلط الألكول ومع الكحول مع المشروبات الطاقة. وهيدي كمان بفتكر من أخطر الأشياء، لأنه مثل ما بتعرفوا الألكول بيرخي والمشروب الطاقة بيقوي. فالشخص رح يشرب هالخلطة ما حيحس بالنعس لأنه حيحس حاله قوي كتير، يفكر حاله إنه قادر يسوق، بيطلع ورا ديريكسيون بالسيارة ويبلش يسوق، وبالنهاية ما رح يوصل على بيته، رح يخرب بيته وحتى يمكن يخرب بيت غيره. فبدنا ننبه كثير من هالعادة اللي منا كثير ذكية. خلينا نشوف أولاً تأثير الكحول على العلاقة الجنسية. من أعداء الجنس الكحول، وتناول الكحول مؤذي للرجال والنساء، بيسبب خلل بالعلاقة الجنسية. بتبين الدراسات أنه الكحول بتسبب انخفاض بالرغبة عند 50% من الرجال، و57% بيعانوا من انخفاض الانتصاب، 42% انتصاب ضعيف، 52% تأخر بالأزف، و41% غياب العلاقة. مثل عند الرجال كمان عند النساء بالنسبة للرغبة،
من النساء تنخفض رغبتهم الجنسية مع تناول الكحول، ونفس النسبة من النساء بيعانوا من اضطرابات بالإفرازات المهبلية. 58% بيتعذر عليهم التوصل إلى هزة الجماع بسبب الكحول. فلمتعة أفضل بلا كاس أفضل بكتير. بالإضافة لهالإحصائيات اللي شفناها بهالتقرير رح نشوف الكيس لوين بتوصل. سلام عمرها 36 سنة بعتت لنا رسالة بتقول فيها بلش زوجي يتعاطى الألكول وقت ما شحطوه من شغله، والكيس صغيرة صارت 2 و2 4 وحاليا ما بيتوقف عن الشرب من الصبح والمساء، ومع الوقت ما عاد الجنس أهمية عنده. فمنقول لها لسلام أنه مش بس الكحول بضر الحياة الجنسية إنما فيه يدمرها كليا، لانه مع الوقت الواحد اول شيء بيفكر انه واو الالكول شو حلوه وبيقطع بمرحله هيك مثل المرحله الورديه بنسميها، وبعدين بيوصل المرحله السوداء اللي وين كل حياته الجنسيه بتنضرب. اما على الصعيد الجسدي اكيد الكحول عندها كثير مضرات على الرجل، على صحه الرجل، على الشرايين، كمان حتى ممكن تؤدي لضمور اما حجم الخصيتين بيصغر، كمان ممكن تؤدي ل عقم عند الرجل، حتى الثديين مثل ما حكينا سابقا ممكن يتضخموا. كمان عند النساء كمان الكحول مضر جدا، يمكن يؤدي لاضطرابات بالعاده الشهريه، يمكن يؤدي كمان لعقم وحتى كمان تراجع بالنشاط الجنسي. يعني فينا نقول انه الالكول بالفتره الاولى بينظروا لها كانه مسهل للعلاقات الجنسيه، بس هذا مش مزبوط، لانه بعدين رح يصير العامل سلبي بكل مقاييس الحياه الجنسيه، يعني من الانتصاب للترطيب للنشوه للأزف. وزياده على الشيء الكحول رح يصير كانه شريك الثالث بالعلاقه، فمش بس رح يكون لذه عند المدمن، بس هو رح يفتش عليه كمان يخفف من قلقه من تشنجه، وأكيد من ناحية تانية رح يدعم الحياة الزوجية مش بس بالتصرفات، لأنه رح يصير في عنف، رح يحكي غلط مع شريكه أو شريكته، لأنه رح يصير في خلل بالوظائف الجنسية، بس كمان على مستوى الإغراء، لأنه ما حدا بيحب يكون مع شخص طالع ريحته وجهه أحمر من السكر وما بقى يهتم بحاله. وهيك بصير الحلم الزوجي بخبر كان، وغير الضرر على الصحة والعلاقة الجنسية فبيتناولوا كحول كمان معرضين أكثر من غيرهم لحوادث. أما إذا كان هالحادث بالمنزل كان حادث بسيط ففينا نعالجه بساعة الساعة. رح نعلمكم كيف. إذا جرحت نفسك ودخلنا جسم غريب بالجلد أو انغرزت في شوكة لازم تعرف كيف تتصرف. أول شي غسل إيديك بالصابون ونظف مكان الإصابة. تاني شي عقم إبرة مروسة وملقط بسبيرتو أو أي مادة معقمة. ثالث شي شق مكان الإصابة على مهل حتى يظهر الجسم الغريب وشيله بالملقط. إن كان قطعة زجاج أو شوكة أو أي جسم آخر نظف المنطقة المصابة. رابع شيء بعد ما تنشف استعمل مرهم أنتيبيوتيك لمنع الالتهابات، وإذا استعصى عليك الجسم الغريب وكان مغروز بشكل ما قدرت تشيله توجه لأقرب مستشفى وهن بيعالجوا المسألة. من المشاكل اليومية الخناقات الزوجية، ومين منا ما بيتخانق مع شريكه؟ الخناقات مش دليل قلة حب، بالعكس فهي لا غنى عنها لتوازن الثنائي، فحياة الكوبل الناجحة بتتغذى من الخناقات. شيء بيطمن الواحد يتجوز ليصير في بحياته شوية مخانقات وأكشن. الأبيب الثنائي اللي بيتمتع بصحة وعافية هو ثنائي بيتخانق، يعني بيعبر عن تفاوت الرأي، بيعبر أنه في شخصين مفترقين عم بيعبروا عن مشاكلهم، وبيقدروا ساعتها إذا تحدوا بعض رح يعيش الثنائي تبعولهم أكتر ورح يقدروا يتصالحوا أكتر، وساعتها يكون عندهم حياة علاقة منيحة. طب ليه بصير هيك؟ يعني شو أهمية هالمخانقات لحياتهم؟ يعني لأنه كل ما بنتخانق كل ما بنتعرف على حالنا وبنتعرف على الشخص الثاني، وكل ما بنتقبل هالفروقات. أكيد ما عم نحكي عن الخناقات مع تكسير الصحون وتكرار نفس الخبرية كل مرة، بس عن الخناقات